الخطوبة فترة للتعارف مش للحب والخروجات والهدايا فقط. أيها السادة المشاهدين، أهلا بكم في جلسة وعي جديدة. يعني إيه بقى للتعارف؟ يعني نعرف أهل بعض، طباع بعض، العيوب اللي في بعض، ونشوف إيه ممكن نتقبله ببعض وإيه مش هيناسبنا. لأن أي قرار مبني على العواطف غالبا مش بيكون صحيح بنسبة كبيرة. عشان كده بنقول فترة تعارف، مش وحشتيني ووحشتك وننام على صوت بعض. ليه ما نعملش كده؟ العواطف هتخلينا نتعلق ببعض، وبعد ما نتعلق ببعض هنتعمي عن عيون بعض. مهما اللي حوالينا يقول لنا ده ما ينفعش، احنا بنقاوح نقول ده بعد الجواز هيتغير. للأسف محدش بيتغير بعد الجواز. احنا بعد الجواز بنفوق من سكرات الحب بتاعة الخطوبة والبدايات، فبنشوف الحقيقة. عشان كده بلاش نبني الجواز على الحب فقط، خلينا عمليين أكتر، بمعنى إننا ناخد بالأسباب وبعد كده كل شيء نصيب. وتعالوا نرتبهم. أولا نستخير ربنا، يعني نوكل ربنا أمرنا كله ونشوف الإشارات. والإشارات هنا مش أحلام زي ما بنسمع، لا، ده الإشارات هو الارتياح والتيسير. لكن لو لقينا عدم ارتياح وتعقيد يبقى ضروري لازم نقف. وقبل الاستخارة طبعا القبول. بعد القبول نشوف الطباع، ايه يناسبنا وايه لا ما يناسبناش، ايه ينفع فيه التنازل وايه لا. لان احنا مش بنفصل قميص على مقاسنا بالظبط، ده احنا بنوفق نفسين او شخصين على بعض. تالت حاجة نشوف لغة حب كل طرف مننا، يعني الحب بالنسبة للطرف التاني معناه ايه. والاهم من ده نشوف لما هنتخانق ازاي، وده مش عيب. اننا نشوف لما شخص فينا يتعصب التاني هيعمل ايه، او لما طرف يغير، او ايا كانت المشكلة التاني هيعمل ايه. ده لو عايزين نكمل سوا. ففترة الخطوبة فترة للتعارف، خدوا وقتكم فيها وبلاش العواطف تأثر على قراراتكم، لأن انتوا بتبنوا حياة فيها أطفال ملهمش ذنب في اختياراتكم اللي كانت مبنية على عواطفكم فقط. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.